انت عارف ان عقلك لا بيصدق ولا بتفرق معاه الحقيقة؟ عقلنا بيهتم بس بالافكار اللي احنا بنكررها. عشان كده لو رددنا خوفنا هنعيشه، ولو رددنا ايماننا ورجائنا برضه هنعيشه. طريقة كلامنا مع نفسنا مهمة جدا وبتفرق. افكارك بتولد مشاعرك، ومشاعرك بتحرك افعالك، وافعالك بتكون شخصيتك وتخلق صورتك عن نفسك. عقلك اللاواعي ما بيقدرش يفرق ما بين الحقيقة والصورة اللي بننسجها في خيالنا. بس الخبر الحلو انه you're not stuck، عقلك بيتجدد كل يوم، فنقدر نغير الواقع والطريقة اللي بنشوف بيها نفسنا لما نتحكم في مشاعرنا وفي افكارنا. في جملة شهيرة في عالم الكوتشنج بتقول you can't think your way out of feelings but you can feel your way into a new way of thinking. وهنا يجي دوري كلايف كوتش، بنخش في رحلة وعي بنكتشف فيها الأصوات القديمة، وبنتعلم نحكي قصة جديدة عن نفسنا نستبدل فيها الكلمات السلبية بكلمات إيجابية نخلق بيها واقع جديد. نواجه الألم ونشتغل على المشاعر المحبوسة ونبدل الكلام اللي بيكسرك بكلام يبنيك ويحررك. خطوة صغيرة كل يوم ومع الوقت بتشوف التغيير. القصة القديمة مش لازم تكمل، انت المتحكم في حياتك. ابدأ الرحلة النهاردة وانا معاك. لو عايزين تبدأوا الرحلة تواصلوا معايا على الصفحة او على رقم الواتساب، انا او الاسيستنت هنرد عليكم. book your discovery call، خلينا نشوف ازاي اقدر اساعدكم.